بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا نتكلم على ذوك المرتزقة منعدمين الضمير اللي راهم يجندوا علايات وتركة صغار، وعلايات لا شغل لهم إلا عمل السوء، وتركة لا يعلمون ما يقولون ولا أي هدف لهم، ويكروهم باش يقيموا العياط في الشوارع ويصوروهم ياكي يغلطوا الرأي العام كأن هناك قلاقيل في الأقاليم المسترجعة كما هو الشأن بالصحراء الشرقية المستعمرة من طرف الجزائر. ولهذا إذا كان حد اللي هو يمثل السكينة هما الشيوخ وهما المنتخبون اللي عندهم الحق وشرعيين ويمثلوا السكينة. وإذا قالوا هذا المرتزقة المكريين بدولارات الجزائر والشعب ميت بالجوع هما يوكلوا، راكم توكلوا لا الحرام ديال مال الشعب الجزائري. وإلا قلتوا انتم راكم كتمثلوا السكينة تقدموا الانتخاب، وديك الساعة يتبان واش عندكم شعبية ولا ما عندكمش. وهاد الناس اللي كيجيو هاد حقوق الإنسان كلمة حق أريد بها باطل، لأن حقوق الإنسان لا تنطبق على العالم كله، وبما فيه الشريف مصطفى سلمى والسيدي مولود والسالك. على هاد حقوق الإنسان ما نصفته هو وعقب ولادو وتركته، على باقي من في موريتانيا. ومن هنا تبان لنا حقوق الإنسان. حنا حقوق الإنسان ما كتهمنا، حنا شعب عريق حر شريف تحت راية شريفة وندافعوا عليها ما دمنا حيين. وانتم يا المرتزقة اللي راكم كتوكلوا فلوس الجزائر وتغلطوا روسكم، راكم لا كتغلطوا روسكم ما لا يتخسروا على المغرب شي، لأن نبيح الكلاب ما يخسرش القمر، راكم لا كتغلطوا روسكم. أما عن السي بوقطاية الصادق بوقطاية أو الكاذب بوقطاية، قال عنه حقا راهم السلاطين بايعوهم، هذوك الناس اللي بايعوهم راهم ماتوا، الصحراويين اللي بايعوا السلاطين ديال المغرب راهم ماتوا. إوا البيعة يا سيدي راهي ما تموتش، راهم أجدادنا بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. والبيعة راهي تعطي السيادة على الأرض وعلى الروح وعلى المال وعلى الأهل. ما هي لاليجونس ديال النصارى؟ انتم اللي راكم نصارى عندكم الحق، لأن البابا إلا بايعوه لي كاطوليك ديال الهند ولا ديال السند ولا ديال الصين ولا ديال افريقيا ما كتعطيه السيادة على الأرض. إنما هذيك لاليجونس سيت ان اليجونس سبيريتيال. إلا كتعرفوا الفرنسية انتم يا الجزائريين، يعني كنقول لكم هذه الهضره، يعني كنقول لكم باش تفهموا واش اللي نقول. هذيك لاليجونس سيت ان اكت سبيريتيال، ماهوش بحال البيعه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كما بايعوا اجدادنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انتم هذا الاسلام وهذا الحب اللي بغيتوه الشعب الصحراوي، علاه راكم نافين الصحراويين من بلادهم، من تندوف اللي هي ارض ابائهم واجدادهم، ونفيتوهم للحماده في الفيافي ومانعين عليهم يبنيوا حتى بالاسمنت اللي يقيهم شر الطبيعه. وعلاش قتلتوهم في تندوف في 1962 في الحكومه ديال عبد السلام بالعيد؟ قتلتوا 120 رقيبي في جامع سيدي محمد العمش في تندوف. علاش؟ يقولوا حنا مغاربه وداروا الرايه ديال المغرب في الصنعاء وهدمتوها عليهم، وضريك رادمينهم في كديه ومانعين حتى زيارتهم. هذا هو الاسلام ديالكم، هذه هي الخاوه، هذا هو اللي حاربنا حنا وجدادنا الاستعمار باش نخرجوهم من الجزائر. ما لو كانوا قالت لكم انتم كنتوا دوزيام فرونسيز، كانوا يقول لكم دوزيام فرونسيز، ما كنت ما كان كاع عندكم غرض بالاستقلال. يا غير كانت واحد ذوك المجاهدين اللي كانوا جزائريين احرار وقاتلوا وخرجوا الاستعمار، راكم من الاستقلال قضيتوا عليهم. ما خلي يقول لي شي واحد اللي باقي منهم باقي بوتافليقه راكم كتكرفصوا فيه، دايرينه تحت العسكر كيديروا به اللي بغاو، هو غير ان اجون ديكسيكيسيون.
ايوا فين هو هذا حقوق الانسان السي بوقطايه اللي راك تمشدق علينا انت وتقول المغرب مستعمر الصحراء، وكاين شي استعمار قدكم نتوما راعيهم في تندوف كاع راكم خرجتوهم منها ورميتوهم في الخلا. منين جاكم هذا الاسلام؟ ضريك مولانا سبحانه عز وجل غادي يتخلص منكم من نهار دخلتوا وحمدنا الله وشكرناه للمغرب العربي استقل قبل منكم. ما لو كان استقلتوا انتم الاولين حتى دوله ما تخلوها تستقل، حتى دوله من المغرب العربي. والدليل على هذا انهم الوثائق السريه كتثبت بانكم كنتوا من 62 ملي شديتوا الاستقلال وانتم تتامروا مع اسبانيا ضد المغرب. فين ما تبغي اسبانيا تفتح باب المفاوضات مع المغرب باش تعطيه ترابو نتوما كتعرضوها وتهدوها، كنتو كتهدوا اسبانيا تقول لها الا عطيتي للمغرب الارض ديالو رانا غادي نخسروا لك ما بينك وبين افريقيا وما بينك وبين الدول العربيه. وهذا راه متورخ، راهم في الوثائق. ويجب على الباحثين الاساتذه الباحثين وبالاخص من المغرب يخرجوا هذا الشيء الواضح النهار. انا في الربعينات هذا عبد المدين في الربعينات زايد في شمال السماره، في جنوب السماره، جايب قبله في واد المركبه. وكنا ناقل من 1949 كانت تنقلوا من ترس الغربيه حتى العرقيقيدي بدون اي حاجز ولا بدون اي مشكل، كاننا في ارضنا. كنا في ارضنا وما عمرنا كنا نحسبوا احنا نتخيلوا في عقولنا نهار تستقل الجزائر تضيق علينا الارض. أدريك هذا الشيء اللي كديروا راه مولانا يديروا لكم. وانا لا نختم بهذا الطلعه. درتوا حميتكم شرار يا قوم الراي الفاسد، وتنكرتوا لجدادكم بكم حب الكفار، انحزتوا للكباف وفيها درتوا المراقد، واللي مولانا راه خصو نتوما درتوه خيار. تبعتوا حزب الشيطان والمكايد والقلب الحاقد، عشبة مرة جابها لنا الاستعمار، ما يخافوا مولانا ولا يوفوا بالعهد وكبيرهم قمار ومخار. نعتوكم السراب قلتوا عنه ما بارد، سجنوكم في القهر والخلا وبلاد القفار، وعدتوا كيف الشياه تباعوا في السوق الكاسد، والسمسارة متبادلين عليكم الادوار. هذه كيني دي جاياكم تتلبط كي ثعلب الصبط، وكذبها تبيعوا بالدولار، وعاون النعاس قوموا من المراقد عودوا لوطنكم رحم وغفار. المغرب بلد الصالحين تاريخه راهو شاهد، ونبيح الكلاب ما يخسر شي القمار. فوضنا الامور ليك يا مول الحكم النافذ، تحفظ يا مولانا وطننا من كيد الاشرار، والمنافقين الخاينين ذوك اللي كسر العهد، تجعل يا مولانا كيدهم لهم في الانحار. يا ربي شتت شملهم ما يبقى منهم شاهد ولا يبقى رقاج من سالو يرد اخبار. تنصر امير المؤمنين يا الواحد الاحد، واللي نصر مولاه ما يلوذ غير الانصار. وما النصر الا من عند الله. صدق الله العظيم. والسلام عليكم من اسماعيل الرقيبي.